لا تقول هاي الكلمات في هاي الدول. إذا كنت تخطط أنك تسافر، الكلمات هذه اللي موجودة في الليستة حاول أنك ما تقولها في الدولة. مثلا مصر أكره الشرطة، أنت يهودي في كندا، أو الجحيم في السويد. هذه الكلمات حاول أنك ما تقولها. أو كوريا الجنوبية BTS طبعا هي فرقة ومشهورة في كوريا الجنوبية ومشهورة في العالم كله. وداعا وداعا في كوريا الشمالية. تعليقات سيئة عن رجب طيب أردوغان. طبعا في تركيا رجب طيب أردوغان هو الرئيس. لدي هدية لك في ألمانيا تبع سويسرا. في نيوزيلندا اللعنة. في اليابان المحقق. ما أدري ليش أريد أنا أشوفك المعادية. أريد أن أخذ صورة سيلفي مع بوذا في سريلانكا. طبعا بوذا أتوقع هذا إله في ديانتهم. هذا هراء في بريطانيا. التحدث عن السياسة في البرازيل. النساء الروسيات أكثر جاذبية منكم في أوكرانيا. يتحدث الفلبينيون الإسبانية في الفلبين. تشير إلى هولندا بالاسم. طبعا هولندا اسمها نذرلاند. في الصين داي لاما. المجد لأوكرانيا في روسيا. طبعا في بين روسيا وأوكرانيا مشكلة. عيد حب سعيد في ماليزيا. أتوقع عيد الحب محظوظ في ماليزيا. مناداة الشرطة بصديقي في النمسا. التدخين. إيش هذه الدولة؟ بوتان. اللحوم. أكره اللحوم الحمراء في الأرجنتين. أحب باكستان في الهند. طبعا الهنود يكرهون الباكستانيين في كره بين الجهتين. الدعارة في فيتنام. سأقتل الرئيس في الولايات المتحدة. الإرهاب في أفغانستان. الجنس في المملكة العربية السعودية. الأفلام في إندونيسيا. الأعضاء التناسلية في تايلاند. ما هو راتبك؟ استراليا. طبعا سؤال ما هو راتبك الأغلبية تنزعج من هذا السؤال. إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. نشوفكم في الفيديو الجاي.